تخيل كده معايا ان اخطر ماده في اخطر ملف في العالم بتتحرك من ايران لروسيا. في نفس الوقت ترامب بيقول ايه؟ اسمع، ايران وافقت على كل شيء. يعني ايه؟ هو احنا قدام اتفاق تاريخي بيقفل الملف النووي، ولا فيلم سياسي كبير بيتعاد من جديد بس بابطال جداد؟ خليك بقى معايا للاخر، لان القصه دي مش خبر واحد، دي سلسله لعبه كامله بتتنسخ من 60 سنه. بص بقى، كل القصه دي بترجع لحاجه اسمها اليورانيوم المخصب الايراني، يعني ببساطه مفتاح اللعبه النوويه، ولو زاد او خرج عن السيطره الدنيا كلها بتتوتر. حسب الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، ايران عندها مخزون اكبر من الحدود المسموح بيها في الاتفاق القديم، وده خلى العالم كله يقف ويقول احنا عندنا مشكله هنا، روسيا تدخل اللعبه. وهنا بقى المفاجاه، الاعلام الاسرائيلي خصوصا قناه ريتش كانت نقلت عن مصادر دبلوماسيه ان روسيا وافقت مبدئيا تسليم اليورانيوم الايراني لو حصل اتفاق جديد. والفكره مش جديده، دي اصلها راجع لسنين فاتت. في 2009 طرحت فكره نقل جزء من اليورانيوم برعايه دوليه، وفي اتفاق 2015 النووي حصلت فعلا اخراج جزئي لمخزون ايران. يعني روسيا مش جديد عليها الدور ده، لكن الجديد ان الموضوع رجع يتكلم فيه دلوقتي وبقوه. امريكا بتحاول تعمل صفقه كبيره. في تقارير عن رويترز بتقول في مفاوضات غير مباشره او مكثفه بين واشنطن وطهران. امريكا عايزه ايه بقى؟ امريكا عايزه تقليل او وقف التخصيب، اخراج المخزون، رقابه طويله الاجل ممكن توصل ل 20 سنه. يعني باختصار امريكا عايزه تاخد النووي عندها، مش توديه لروسيا، عايزه تقفل الملف تماما. هنجمد البرنامج النووي لفتره طويله. اسرائيل مش ساكته، رئيس الوزراء النتن يعني مفيش تخصيب داخل ايران، وفي نفس الوقت الاعلام الاسرائيلي بيضغط اعلاميا بشكل كبير جدا. على فكرة أي اتفاق لازم يضمن إخراج اليورانيوم بالكامل أو السيطرة عليه خارج إيران. يعني إسرائيل شايفة أن الحل الوحيد لازم يكون جذري مش نص نص. ترامب يدخل على الخط، وهنا بقى الجملة اللي ولعت الدنيا. ترامب قال إيه؟ إيران وافقت على كل شيء. طب نفهمها ازاي؟ بص يا صاحبي، التصريحات دي غالبا بتكون جزء من ضغط سياسي او محاوله تسريع المفاوضات او تسويق الاتفاق، ممكن يحصل او ما يحصلش، لكن الحقيقه مفيش اتفاق نهائي معلن رسميا. الصوره بقى الكبيره اللي محدش بيقولها ببساطه، لو جمعنا كل الخيوط دي، ايران عندها برنامج نووي متقدم، امريكا عايزه تقضي عليه باي شكل من الاشكال، اسرائيل عايزه تمنعه تماما داخل ايران، روسيا ممكن تكون الطرف المخزن او الوسيط، والاعلام بيكبر اي تسريب او تصريح. يعني احنا قدام لعبه تفاوض عالميه معقده، مش خبر واحد. تخيل كده المشهد ده، ايران عايزه خصب، امريكا لا خالص، اسرائيل لا اي تخصيب خالص، روسيا طب هاتوه انا احطه عندي في الثلاجه. الاعلام حرب عالميه هتبدا بكره. بص بقى بتركيز اكتر، لحد دلوقتي مفيش اتفاق نهائي مؤكد، مفيش تنفيذ رسمي لنقل اليورانيوم، ومفيش اعلان مشترك واضح من كل الاطراف. كل اللي بيحصل دلوقتي مفاوضات، تسريبات، ضغط، سياسه، اعلام بيضخم الاحداث. والاخطر ان الملف ده لو اتلعب غلط ممكن ياثر على اسعار النفط والاقتصاد العالمي واستقرار الشرق الاوسط بالكامل. الخلاصه هنا بقى يا صاحبي، خلينا نقولها ببساطه، روسيا مطروحه تلعب دور استلام اليورانيوم الايراني، امريكا بتحاول تعمل اتفاق طويل يوقف التخصيب، اسرائيل رافضه اي تخصيب داخل ايران، ايران لسه بتفاوض على شروطها، وترامب بيزود الضغط بتصريحات سياسيه قويه. يعني احنا قدام مفاوضات نوويه كبيره جدا، ولسه في مرحله الشد والجذب. السؤال المهم، انت شايف ايه؟ هو العالم قرب فعلا من اتفاق نووي تاريخي جديد، ولا احنا داخلين على مواجهه تصعيد اكبر مستخبيه ورا الكواليس؟ قول لنا رايك في التعليقات، والله المستعان، وتحيا مصر.